زيارة تاريخية، زيارة مجلس إدارة نادي الأهلي لنادي الزمالك بكرة إن شاء الله. طبعا زيارة لها معاني كتير قوي وحسابات كتير جدا. يعني بروتوكول جديد، صفحة بيضاء بقى، نفتح صفحة جديدة. مفيش مشاكل، مفيش قضايا، مفيش سب، مفيش تشهير، مفيش حاجات كتير قوي. وخصوصا في عودة مستر إكس اللي سمعناه وطلع تاني، وعودة مرتضى ومشاكل مرتضى والنادي بقى، هل مكتوب عليه الاستقرار ولا لا، ولا ايه النظام، ولا ايه اللي هيحصل؟ لان اللي بيحصل في نادي الزمالك ده كتير قوي يا جماعه، وما صدقنا ان ايقاف القيد والمشاكل راحت وبدانا نشوف بقى كده، منتظرين نشوف جوميز وطريقه اللعب، وهيلعب محمد شحاته وعبد الله السعيد. مين اللي هيلعب في الشمال؟ ابراهيم انضاي بعد اصابه طبعا نتمنى الشفاء العاجل لنجم احد النجوم الكره المصريه. انا شايفه من اساطير الكره المصريه باخلاقه، من اساطير الكره المصريه بعطائه، من اساطير الكره المصريه بسمعته. كان سفير في السعوديه باخلاقه الطيبه. محمد عبد الشافي نتمنى له الشفاء العاجل بعد القطع في الرباط الصليبي، فنتمنى الشفاء العاجل لشيفو. واعتقد اصابته دي، اعتقد ان محمد عبد الشافي كرويا شبه انتهى، الراجل برضه السن وصليبي يعني، فنتمنى له الشفاء العاجل. وطبعا عايزين نشوف بقى نادي الزمالك، منتظرين بكره نشوف نادي الزمالك، لكن نتفاجئ بمستر اكس رجع تاني. رجع منين يا جماعه؟ مع ان الراجل ده يعني رجله الله اعلم، يعني ربنا يديله الصحه ويشفي الناس، بس انا عايز اقول له انت يعني كبرت، الله يديك الصحه والعافيه، ورجلك مش هتعيش قد اللي راح. كفايه مشاكل، خلي الناس تدعي لك، خلي الناس ما تفتكرك بسمعه طيبه، خلي الناس كده خلاص، دي الناس مسكت مع وقتهم بقى، وابعد كده، انسحب بشياكه انت واولادك. ما سمعناش مشاكل من ساعه ما شفنا مجلس كابتن حسين لبيب، ما سمعناش قضايا، ما سمعناش اي حاجه. شفنا الاحترام والادب والناس بتطلع بتتكلم بصيغه الجمع. شفنا رجال الاعمال بدات ترجع وتدفع تاني. كان زيزو ممكن اي حد تاني يبيعه زي ما انت بعت امام عاشور وبعت نجوم النادي كلها. فيا ريت تبعد، وابعد بكل ما ليك وعليك، ابعد عن نادي الزمالك حاليا، لان عودتك هتبقى كارثه للزمالك والزملكاويه. والله العظيم يعني انت لو رجعت قسما بالله المفروض كل الناس اللي في نادي الزمالك تقفل، والناس تخرج ويسكر نادي الزمالك، نقفله كده ونقعد في بيوتنا، ارحم من عوده مرتضى منصور. يعني ارحم من عوده مرتضى منصور، نادي الزمالك يتقفل يتلغي حتى، بس مرتضى منصور ما يرجعش تاني لرئاسه نادي الزمالك، او يرجع حتى للمشهد الرياضي. يعني الراجل ده لما بيبعد بتحس ان في يعني خلاص بقى كوره، الموضوع بقى كوره مش مشاكل. فطبعا نادي الزمالك بكره مباراه قويه جدا مع الاسماعيلي، بدايه مدرب جديد جوميز، الطريقه اللي هيلعب بيها، اسلوبه في اللعب، تفكيره ازاي، احنا هنقرا تفكيره وملامح لعبه، هيلعب ضغط عالي، هيلعب ازاي، هيلعب على الاستحواذ، مين اللي هيلعب، محمد شحاته، مين الثلاثه نص الملعب. فشغل كتير جدا المطلوب من جوميز، خصوصا ان عنده مشكله كبيره جدا في قلبي الدفاع بعد اصابه الونش. طبعا وانا بقول الونش برده كرويا منتهي، لان بيلعب على طبعا على المجهود والبدني والشغل البدني والتحميل، وبيلعب دايما يعني بصحته اكتر منه دماغ الونش، ولعيب بيلعب بقتال، فده مش هينفع. انت بتتكلم في 3 صليبي في وقت يعني قريب جدا، فاعتقد الونش كمان شبه انتهى. فانت عندك مشكله جدا كبيره جدا. طبعا عبد الشافي غياب بالونش، انت بتتكلم في 2 كده بره الجيم خالص، بتتكلم على فتوح مصاب، فمين الناحيه الشمال؟ سمعنا بيلعب بابراهيم انضاي، واتمنى انه ينجح في المنطقه دي، اتمنى. هو بدني حلو، بس بقى يشغل دماغه ويتعلم تاتا هيديك حلو. انا واثق انه ممكن يديك حلو في الباك شمال لو فهم مهام الباك الشمال. نص ملعبك محمد شحاته من جنبك، هيلعب قدامك عبد الله السعيد، هو معجب بسيف الدين الجزيري. نادي الزمالك هيبقى عامل ازاي؟ نتمنى بدايه قويه لنادينا بكره ان شاء الله. نتمنى بقى نشوف الكره الحلوه، وخصوصا انا بقول الاستعداد لكاس مصر في السعوديه ده الاهم عندي، هو انك انت تستعد لنهائي كاس مصر في السعوديه، وانك انت تلعب مباراه قويه قدام النادي الاهلي وتفوز وتفرح جماهيرك اللي ياما وقفت جنبك ومنتظره هذا اليوم، ومنتظره الفرحه ان شاء الله. طبعا في حاجه عايز اتكلم فيها يا جماعه، طبعا زياره الكابتن محمود الخطيب بعد الدعوه من الكابتن حسين لبيب بزياره نادي الزمالك اللي اتاخرت بسبب اصابه ووفاه الكابتن عمرو فاروق الله يرحمه. طبعا بكره زياره تاريخيه، نتمنى ان تكون فيها بروتوكول، نتمنى تكون فيها اتفاقيات، نتمنى تكون فيها شفافيه، نتمنى قضيه كهرباء تخلص، نتمنى بكره نشوف كده قضيه كهرباء الفلوس اهيت وانتهى الموضوع بشياكه واناقه. اتمنى ان يبقى كمان النادي الزمالك والنادي الاهلي عندهم متحدثين زي ما بيحصل دلوقتي، للنادي الاهلي بيفاوض مين، الزمالك ما يروحلوش، الاهلي بيفاوض مين، الزمالك كده، او يبقى في اتفاقيات بحيث ان اللعيبه بتلعب على وتر، الزمالك بيفاوض يوم الاهلي يدخل ويعلي، وكذلك الزمالك يدخل ويعلي، واللعيب ما يسواش مليون يوصل ل 20 30 مليون في السنه. فاتمنى يبقى في بروتوكول للكلام ده، واتمنى ما يبقاش بقى في مشاكل، يبقى كل قناه تتكلم عن ناديها، حتى لو في حاجه خلاص احنا شفنا المجلسي الاداره بيسلموا على بعض، بيزوروا بعض، عشان في الاول والاخر الموضوع في الملعب. من حقك تتمنى النادي الاهلي يخسر، نتمنى، انا واحد ما بتمناش النادي الاهلي يكسب، بتمنى النادي اللي يكسب طبعا، نادي الزمالك اتمنى البطولات، لكن بره الملعب كلنا اصحاب وحبايب.
ليك رايك في الكوره عادي، تقول عليهم ما بيفهموش زي ما انت عايز تتكلم في كوره كوره، لكن بره كلنا جاري اهلاوي، زميلي في المدرسه، جاري في الجامعه، كل حاجه احنا كلنا مع بعض مصريين وتحت ايه علم مصر. الكوره دي حاجه تانية خالص. انا مع التعصب، معاه التعصب اللي هو بشياكه، التعصب اللي هو ما يضرش، التعصب اللي هو انك بتحب ناديك قوي، انك انت تتمنى ناديك يفوز، انك ما تتمناش الخصم بتاعك يكسب، ده طبيعي. لكن ما تشوف عمرك ما تشوف واحد بيشجع ريال مدريد ويتمنى برشلونه يكسب، او واحد بتشجع برشلونه ويتمنى ريال مدريد يكسب، ما فيش الكلام ده. هي دي الكوره، هو ده التعصب، انك انت تحب ناديك وتتمنى الخساره للطرف الثاني، لكن ملعب وكوره بس. فهنشوف منتظرين الزياره دي، هنشوف ملامحها هتحصل في ايه، ايه النتائج بعد الزياره دي، والبروتوكول والشياكه بعد عوده مستر اكس على الساحه تاني، ربنا يريحنا منه. وطبعا نتمنى التوفيق للزمالك. اذا عجب الفيديو لايك شير كومنت.